السلام عليكم الغزاله ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي نلقاكم هذا الفيديو بالف خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، كنتمنى من الله يعجبكم وفرجه ممتعه. وكما تعودتوا دائما معايا، كيعجبني دائما نبدا الفيديوهات ديالي بالفطور، اي الصباح. هذا هو الفطور ديالي. عدلت واحد القهيوه، وكانوا عندي واحد المليويات كنت عدلتهم من قبل، كنوجد بكميه كثيره وكنوضعهم في المجمد على وديت وليداتي وعلى وديتي حنايا. الا نضنا مع الصباح هكا بغينا نفطروا في الصباح بكري، كنجبروهم واجدين، كنسخنوهم وكنفطروا بهم. هادو هما المليويات ديالي. صراحه ما عمري شاركت معكم، ولكن ان شاء الله في فيديوهات جايه نقدر نشاركو معكم. غادي نتناول الفطور ديالي وغادي نشارك معكم واحد البسكوي صراحه اللي خطير وبنين بزاف بزاف بزاف. صراحه بزاف منكم اللي ذاقوه عندي وقالوا لي سكينه ضروري تعطينا المقادير ديالو، وصورته معكم بكميه اللي هي كثيره، واكيد غادي يعجبكم. انا متاكده بسكوي ماشي عادي، طوب على الطوب، بنين بزاف وكيجي معلك وكيجي مغذي، وصراحه حسن بزاف من المحلات الكبار. كتوجدوا شي حاجه اللي بيديكم وبنينه ومعلكه ومقرمشه لوليداتكم وللدار ديالكم، تقدروا تناولوه مع الشاي ولا كويس القهوه. شكرت هاد البسكوي بزاف بزاف، حيت فريمون بنين بزاف بزاف بزاف. هانتوما غادي تشوفوه من الداخل كيفاش داير، تقرمشه وتعليكه مع تغميسه ديال الشوكولا ولا اروع. مقادير اللي هما بساط واكيد في متناول الجميع. غادي نقدم معكم هذا البسكوي ديال هذا البسكوي هذا. من بعد ما حضرت المقادير ديالي كاملين على سطح العمل، غادي ندوز مباشره معكم المقادير. اللي عندي هنايا 200 غرام ديال الزبده تكون بحراره الغرفه، عندي 4 حبات ديال البيض، عندي كميه من الشوفان مخلط مع الزرارة. المهم هذاك الشوفان اللي كتشريوه مخلط في بزاف ديال المكونات راه كيجي بنين بنين بيه. وغادي نضيف عليه حتى الزبيب. عندي كاس الا ربع ديال السكر حبيبات، كاس ديال السكر بودره، عندي كاس مع ماشي ديال الزيت، 2 ساشيات ديال الكاكاو، عندي خماره من فئه 8 غرام. وغادي ندوز مباشره كما قلت لكم، غادي نهرمش الشوفان مع الزبيب. بالنسبه للكميه ديال الزبيب انا عندي هنا 100 غرام ديال الزبيب، وبالنسبه للشوفان تقدروا ديروا 100 غرام. شحال ما درتو راه كيجي بنين بزاف بزاف بزاف. بالنسبه لهذا الشوفان هذا راه كيكون مخلط فيه الزرارة وكيكون فيه رقائق الذره. المهم فيه بزاف ديال الحاجات اللي كيكونوا زوينين وعندهم قيمه غذائيه اللي هي البنينه. غادي ندوز مباشره معكم باش نبداو نخدموا في البسكوي ديالنا. وغادي نبداو اول حاجه بالزبده اللي خصها ضروري تكون بحراره الغرفه، والزبده تكون حيوانيه تكون طريه. غادي نوضعها في الاناء وغادي نضيف لها البيض. الا بغيتوا تخدموا بالطراب الكهربائي هو احسن، ولا ما عندكمش تقدروا تستعملوا غير الطراب اليدوي. انا غادي نضيف 4 ديال الحبات ديال البيض، وكما قلت لكم الا بغيتوا ديروا نصف الكميه راه غادي ديروا غير 2 حبات ديال البيض و100 غرام الزبده، وتقسموا كاع المقادير على النصف. انا غادي ندير كميه اللي هي كثيره باش يبقى معايا بزايد. انا غادي نخلط المكونات ديالي كما شفتوا، درت الزبده والبيض والسكر والفاني وقريصه الملح حتى هي ضروري ما نساوهاش. وغادي نبقى نخلط المكونات ديالي حتى يتجانسوا لي مزيان مزيان. عاد فاش غادي نضيف المكونات الاخرين. بالنسبه للزيت غادي نضيفوه تدريجيا، وكما قلت لكم عندي كاس الا ربع ديال الزيت العبار بالكاس ديال العنبه. عندي هنايا 2 ساشيات ديال الكاكاو. كما قلت لكم الا كنتو باغيين ديروا غير نصف كميه غادي ديروا غير ساشيه وحده ديال الكاكاو. وغادي تخلطوا المكونات مزيان مزيان، وغادي تضيفوا الشوفان اللي هرمشتوه مع ديك زرع اللي فيه. وطبعا الزبيب ما تنساوهش حتى هو، راه كيعطي لهذا البسكوي واحد التعليكه واحد القيمه غذائيه اللي لذيذه بزاف بزاف. من بعد ما خلطت المكونات ديالي كاملين غادي نبدا نضيف الدقيق وتدريجيا. بالنسبه للكميه هذه هزيت لي 8 ديال الكؤوس ديال الدقيق ديال العنبه، الدقيق اللي يكون مغربل من قبل. وغادي نضيف واحد الخماره 8 غرام، وغادي نضيف الدقيق ديالي تدريجيا وانا كنخلط المكونات. بالنسبه للدقيق ضروري يكون مغربل معكم،
ويكون نوعيه جيده. وبالنسبه للكميه ديال الدقيق عندي هنايا 8 ديال الكؤوس ديال الدقيق ديال العنبه اللي يكونوا ممسوحين. غادي نضيفهم على الخليط ديالي حتى يتجانس معنا الخليط ويولي متماسك وفي نفس الوقت رطب. كيجي معلك هذا الخليط هذا صراحه، كيجي معلك بزاف بزاف بزاف. غادي ندوز مباشره باش غادي نشكلو، وغادي نحتاج هاد الدائره هذه. انا احتاجت هذا القرص هذا اللي يكون كبير شويه، الا بغيتو ديروهم اقراص اللي يكونوا صغارين تقدروا. المهم انايا كيعجبني هذا البسكوي بالخصوص يكون كبير شويه باش كيجي الشكل ديالو زوين وراقي، وكيجي حتى المذاق ديالو كيجي كيحمق صراحه، كيجي بنين بزاف بزاف. المهم غادي نطلق البسكوي ديالي وغادي نشكلو ونرجعوا نشوفوا الشكل ديالو بعد ما يطيب. من بعد ما شكلت البسكوي ديالي كامل على هذا الشكل هذا، غادي نسخن الفران من قبل وغادي نديرو على بوطه اللي تكون مهيله شويه، وغادي نخليه يطيب حتى يولي على هذا الشكل هذا، كيولي اللون ديالو محمر وكيجي صراحه ما نقولكمش كيفاش كيجي اللون ديالو، كيجي مذهب وكيجي رائع كما شفتوا. كيجي اللون موحد من الفوق ومن التحت. خصكم غير تعرفوا كيفاش ديروا طيبوه بوطه مهيله، ما تجهدوش العافيه باش ما يتحرق معكم، تقابلوه وكيجي هو هذاك. غادي ندوز مباشره ندوب الشوكولاته، وغادي ندير لها واحد معلقه ولا 2 معالق ديال الزيت. بالنسبه للشوكولاته عندي هنايا 400 غرام ديال الشوكولاته، وغادي نغطس الوجه فقط ديال البسكوي، وغادي ناخذ واحد الكوردون او واحد العود ديال الشواء، وغادي نوضع فيه غير واحد الخطوط بحال هكا باش يجينا الشكل ديالو بحال المحلات بالضبط، وكيجي الشكل ديالو ما نقولكمش كيفاش كيجي بنين هذا البسكوي، غادي يعجبكم اكيد. غادي نكمل، المهم غادي نكمل الكميه ديالي كامله وغادي نحطو على جنب، وغادي ندوز مباشره ان شاء الله تشوفوا الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسكوي ديالي من بعد ما كتجمد لنا الشوكولاته. هذا هو صراحه الشكل ديالو، كيجي راقي لا في الشوفه ولا في المذاق، كيجي بنين بزاف بزاف ومعلك. هذه هي الوصفه ديالي اليوم، كنتمنى تعجبكم وتجربوها وتخليوا لي رايكم في التعليقات. وبهذه المناسبه كنشكركم على التعاليق الزوينه ديالكم اللي خليتوا لي في اخر فيديو وعلى الدعم ديالكم، شكرا لكم. وعندي واحد طلب صغير لكم اخوتي العزاز، الا كان ممكن الله يجازيكم كل خير، اللي كتفرج في الفيديو كتحس غير بشويه د المتعه وبالافاده، الله يجازيكم. ما تنساش خلي لي لايك وتعليق، ولا ما كانش كاع عندك الوقت باش تكتبي تعليق ديري قليب ولا وريضه ولا شي ايموجي ولا شي ضحكه. المهم ضروري تخلي البصمه ديالك باش نعرف انك كتفرجي في الفيديو ديالي. وكنشكركم بزاف بزاف بزاف. اول طلب غادي نطلبه منكم، وكنتمنى في هذا الفيديو هذا تلبيو لي هذا الطلب هذا. راه ماشي سهل صراحه اليوتيوب، وماشي ساهلين انك ديري فيديو وتصوري مزيان وتبيني كاع الوصفات زوينين والشكل ديالهم، لا في المونتاج ولا في الصوره، وراه صراحه ماشي سهل. كنتمنىكم تعاونوني شويه. بالنسبه لوجبه العشاء وجدت هنايا البريوات ودرت واحد الجميلات الحريره صراحه على السريع. بالنسبه للبريوات هادو ديال الحوت شاركته معكم ماشي مره ماشي جوج في القناه، كيجيو بنانين ولذاذين بزاف بزاف. وبالنسبه للحريره حتى هي راه وجدتها معكم ماشي مره ماشي جوج في القناه، صراحه كتجي بنينه حتى هي. هذه ضفت لها صراحه ما كانش عندي الحمص مفزك ودورتها بالتشيشه ديال الشعير، وجدت هي لذيذه وبنينه كما تشوفوا. البريوات غادي نخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف، هما كيجيو بنانين ولذاذين بزاف بزاف. شاركتهم معكم بكل حب، ونتمنى الفيديو ديالي يعجبكم ويكونوا مفيدين بالنسبه لكم. راه ماشي سهل، راه في اي فيديو كنزلو راه كيكون تعب وكيكون مجهود وكيكون صراحه كنبغي نوصل لكم الوصفه او لا اي حاجه كنشاركها معكم تكون صوره جيده وتكون مونتاج اللي هو ممتع
وصراحه كنركزوا على لي ديتاي باش يكون الفيديو يعجبكم وينال اعجابكم. ما غادي تخسروا والو الا درتوا لايك ولا قلتوا لي شي كلمه زوينه طيبوا بها خاطري وتنسيوني في التعب ديالي باش نزيد معكم القدام وندير فيديوهات اللي في ولهنا وصلنا لنهايه الفيديو. كنشكركم بزاف الا كنتوا وصلتوا حتى لهنا. ما تنسونيش من التعليق ديالكم واللايكات ديالكم، ونتلاقاو في فيديوهات جايه ان شاء الله. كنبغيكم بزاف، خليت لكم راحه الله، السلام عليكم.